من يمكنه إجراء جراحة الكتف المستيقظة؟ إن مثل يمكننا أن نجري مثل من الكسور، يمكننا علاج كسور الكتف وكسور الذراع، يمكننا علاج كسور الكوع، ثم الكسور المتدحرجة يمكننا القيام بها في الجراحة المستيقظة، يمكننا إجراء تنظير الكتف كإجراء مستيقظ مثل تمزقات الكفة، تمزقات السلب، وتثبيت العضلة ذات الرأسين. يمكننا إجراء هذه الإجراء عندما يكون المريض مستيقظا مع تخدير اليد وإعطاء البلوغ. ويمكننا القيام بالإجراءات الأخرى مثل استبدال الكتف، استبدال الساق القصيرة، جراحات الكتف المتقدمة كلها في السجل على البلوغ في جراحة الكتف المستيقظة. ما هي مميزات جراحة الكتف المستيقظة؟ إنه مثل يمكن القيام بذلك للمرض مع المضاعفات التي يمكن أن تحدث بسبب التخدير العام. لذلك يمكننا منع المضاعفات التي يمكن أن تحدث بسبب التخدير العام. سيكون المرضى مثل يأتون في الصباح ويمكنهم الذهاب إلى المنزل في المساء كإجراء رعاية نهارية. يمكننا القيام بذلك مع جراحة الكتف المستيقظة. ومن هم المناسبون لهذا؟ إنه مثل أعني يجب أن يكون المريض متعاونا. هم لن يشعروا بالتوتر أو أي شيء. سنشرح لهم الإجراء قبل. سيكونون مستيقظين ولا إذا أرادوا تهدئة يمكننا إعطاؤها، لكن في الغالب المرضى يقومون بعمل جيد جدا أثناء الجراحة. لن يشعروا بأي ألم على الإطلاق. هم مرتاحون جدا. لقد قمنا بذلك لعدد كبير من المرضى هنا. التغذية الراجعة من المرضى جيدة جدا. يمكنهم تناول الطعام وكل شيء مثل في غضون ساعة أو ساعتين بعد الجراحة نفسها. يشعرون براحة أكبر بعد الجراحة.